الراجل اللي قدامك ده يعتبر جيفري دمر ولكن بالنسخة المصرية، سفاح مصري بدم بارد. الفيديو ده تفاصيل الجريمة فيه مؤذية فعلا، لان السفاح اللي معانا النهارده كان دكتور وما كانش بيخلي الجثة سليمة. دم بقايا ايه مطرح الجريمة. بص في التلاجة كده من بره من بعيد، لقيت التلاجة مفتوحة مردودة وفيها اكياس على الاخر. السلام عليكم. تفاصيل الجريمة بتاعت النهارده مرعبة فعلا، ان شاء الله يكون فيديو ممتع. ويلا بينا. قصتنا بتدور سنة 2019 في الإسكندرية، وبالتحديد في بلد اسمها منشية النزهة. اللي حصل إن في دكتور نزل البلد دي وسأل على مكان علشان يأجره ويفتح فيه العيادة بتاعته، وفعلا لقى شقة وأجرها وفتح فيها العيادة. الأهالي اللي ساكنين قريب من العيادة بدأوا إنهم يلاحظوا حاجات غريبة، زي إن الدكتور بعد ما فتح العيادة جاب فيها سرير. المفروض إن دي عيادة أسنان، انت جايب فيها سرير ليه؟ ففي شخص ساكن جنب العياده اسمه سعيد منصور. الراجل ده كان بيعدي من قدام العياده كتير بحكم ان هو ساكن جنبها، فكان بيلاحظ تصرفات غريبه جوه العياده، وخاصه البنت اللي شغاله مع الدكتور. من اول ما سكن الدكتور ناجي ده وانا ملاحظ حاجات مش طبيعيه. يعني البنت اللي شغاله عنده بحس انها مش طبيعيه في تصرفاتها، في كلامها. ايه مش طبيعيه؟ مش طبيعيه يعني ممكن طريقه لبسها، ممكن طريقه كلامها مع الناس، ممكن وقفتها اللي باستمرار في البلكونه. في حاجه مش طبيعيه. سعيد منصور الراجل اللي ساكن جنب العياده عنده ابن في اولى اعداد، فابنه ده كان راجع من الدرس وهو داخل الشقه سمع خبط ورزع جوه العياده. على طول الولد راح حكى لابوه. اول ما الاستاذ سعيد سمع الكلام ده جه في دماغه حاجه واحده، ان الدكتور كان بيعتدي على بنت والبنت كانت بتقاومه، فقال انا لازم اتصل واشوف ايه اللي بيحصل ده. فرن على الدكتور وساله ايه صوت الخبط اللي كان عندك ده يا دكتور؟ الدكتور قال له ان كان عندي مريض بيخلع ضرسه ومن شده الوجع مال على الكرسي جامد ووقع على الارض. رد عليه الاستاذ سعيد وقال له انت كده يا دكتور في حاجه مش طبيعيه، صوت خبط واوضه فيها سرير ومقفوله من ساعه ما جيت، وانت جايب ليه اصلا سرير في العياده؟ بص يا دكتور انت لو ما جيتش ليا في خلال ساعه دلوقتي انا هكون متصل بالبوليس. الدكتور قال له لا انا هقول لك على كل حاجه بس وعدني انك تقف جنبي وما تقولش لحد. رد عليه الاستاذ سعيد وقال له تمام اتفضل. الدكتور بدا يتكلم ويحكي له. قال له انا زمان كنت شغال في عمليات غير شرعيه، كنت بعمل عمليات للبنات بمبالغ عاليه جدا وكنت شاطر قوي في الموضوع ده، واللي كان بيجيب للبنات دول سمسار اسمه سعيد، فكنت بعمل العمليه وبديله نسبه من الفلوس، ولكن انا كنت عايز ابطل الشغلانه دي، فجيت هنا واجرت العياده علشان اشتغل وابدا صفحه جديده مع نفسي. الدكتور بيكمل وبيقول ان السمسار اللي اسمه سعيد عرف مكان العياده دي، فاتفاجئت ان هو داخل عليا، فقمت علشان اسلم عليه، لقيته راح جاي خبطني بالقلم على وشي، رحت ماسك الطفايه وخبطته بيها على دماغه اغمى عليه، ولقيت نفسي ماسك المشارط وعمال اقطع فيه، قطعت الجثه بالكامل. كل ده والدكتور بيحكي لسعيد جاره في التليفون، ركز معاه كويس. فالاستاذ سعيد وهو قاعد بيسمع المكالمه مش مستوعب، فقال له خلاص يا دكتور انا هنزل اجيب لك اكياس علشان تحط فيها الجثه. والاستاذ سعيد عمل كده علشان يخلي الدكتور يثق فيه، ونزل قفل باب العماره واتصل بالشرطه على طول. الشرطه جت والاهالي اتلمت ودخلوا العياده. اللحظه دي كانت صدمه ليهم كلهم، لقوا الارض مليانه دم وريحه الشقه زفره. دخلوا المطبخ لقوا الثلاجه مفتوحه ومليانه اكياس، والاكياس دي كانت فيها الجثه وكانت متقطعه بعنايه وبدقه جدا. ضربه ومقطعه فاكك، يعني زي ما تكون عروسه متركبه وانت بتفكيها وبتركبيها. دكتور، فعلا دكتور. ولكن مش دي الحاجه الغريبه. الغريب ان الجثه كانت مسلوخه بالكامل. على طول اتقبض عليه واعترف بكل حاجه. فعلا جريمه غريبه، ولكن اللي جاي اغرب. استنوا الفيديو الجاي وبس كده.